بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه يا عم الاهلي بقى في ايه؟ ايه يا لعيبة في ايه؟ هو انت كان لازم كولر يمشي عشان تفوقوا؟ عشان تطلعوا كل ما عندكم يعني؟ امال ايه اللي كان حاصل ايام ما كان كولر موجود؟ يعني هل اللعيبة دي هي اللعيبة اللي كانت من 3 ماتشات اللي هو من ايام سان داونز؟ يعني عايزين نعرف بجد، يعني اللعيبه دي في يوم وليله اتغيرت ولا النفسيات بقت في السماء؟ خلي بالك يعني احنا مع كل الاحترام للراجل اللي واقف على الخط ان مفيش اضافه، بدليل ان النهارده هو غلط غلطه كبيره جدا وكانت ممكن تكلفه لو فرقه المصري في حالتها. كان موضوع رامي ربيعه الماتش اللي فات انت خارج مصاب، فمصمم تلعبه ليه؟ انت اتفائلت ولا ايه؟ فبتلعبه النهارده ويخرج بعد الهدف في الدقيقه 8 ولا 9 خارج مصاب. طب ما انت خسرته كده الفتره اللي جايه، ما انت خسرته مع العش لعب وكان شكله حلو قوي ونزل وعمل مباراه كبيره ومفيش حد هاجم اصلا من المصري تاني. هو اول 6 دقايق بس مباراه المصري عملها واحده في القائم وواحده بالعرض وواحده جول، وبعد كده ما شفناش المصري تاني. فرقه بصراحه هي خسرت علي ماهر. يا جماهير المصري اللي كنتوا بتهاجموا علي ماهر، انتوا خسرتوا مدرب محترم اسمه علي ماهر. حتى لما كان بيخسر ما كانش بيبقى بالشكل السيء ده، ما كانش بيبقى بالاداء الباهت ده، ما كانش بيبقى بالكوره اللي هي كل واحد بيلعب بمزاجه وكل واحد بيلعب بامكانياته. لا، ده كان في شكل، في سيستم، في طريقه لعب بتتلعب، في حفظ لكل لعيب، في التزام لكل لعيب. فكان فرقه المصري بتبقى البعبع للاهلي وللزمالك والبيراميدز. ولكن ادي الحال، يعني ادي الحال، يعني ان انتوا خسرتوه وانتوا جايبين مدرب مع كل الاحترام والتقدير يعني ابيض فنيا. يعني في اول 6 دقايق وتتقدم، المفروض تعمل ايه؟ المفروض تعمل كوره وتلعب على الهجمه المرتده. بقى انت بتلعب ب2 راسات حربه، عندك 3 في نص الملعب كويسين، فانت المفروض بقى انما انت سبت الدنيا كلها. رجعت الاهلي للقاء تاني. وسام ابو علي بيعمل الجون الاولاني من اسيست، بيحط الراجل في ظهره وبيعملها. انا نفسي اعرف بقى الراجل اللي هو في ظهره ده على فكره كل المدافعين اللي بيلعبوا في الدوري انتوا ليه ما بتبصوش على الكوره؟ انتوا بتبصوا على الجسم ليه؟ يعني انا عايز اعرف كل المساكين وكل اللعيبه بتاعت نص الملعب وكل اللعيبه اللي على الاطراف، لما بيجي مثلا فيرود ولا تحت الفيرود يمسك كوره، انت بتلعب على الجسم ليه؟ ما بتبصش ليه على الكوره؟ انت في الكوره دي لو الراجل اللي هو المدافع لو باصص على كوره هينغزها من قدام وسام ابو علي، يطلعها كورنر يا اما يطلعها اوت بره. ولكن هو بص على جسم وسام عمل كده وقام جاي حاططها لامام اللي جاي من غير لا رقابه ولا حد جاي ولا حد شايفه اصلا. جاب جون التعادل، وبعد كده وسام ابو علي عمل جون او جاب جون من اسيست محمد هاني اللي قلنا اول مره يعمل اسيست او كروس كويس الحكم يلغيه ويقول لك اوف سايد ولا ما اعرفش فاول على وسام ابو علي من البدايه. المهم اتلغى يعني. جه بعد كده كوره باشرف بن شرقي عملها، مطلع احمد نبيل كوكا، عمل اوفرلاب الاثنين عملوها مع بعض، عملها وقعت من ايد محمود جاد. محمد طاهر جبل. انا بقول ان محمد طاهر هو اللي كان ياخد نجم المباراه، لان بقى له 3 ماتشات او 4 ماتشات هو احسن لعيب بيبقى في فرقه الاهلي، هو اللي مركز، هو اللي بيجيب الاجوان، هو اللي بيعمل الاجوان. خلي بالك يعني الماتش اللي فات المفروض كان ياخد هو احسن راجل المباراه لان جايب جون وعامل جون، فبيجتهد وربنا بيديله يعني. فالنهارده جاب الجون الثاني. هل بقى نقدر نقول زي ما الاعلام عندنا والدنيا هاجت على محمد فاروق لما غلط غلطه وقال لك لا اصل هو كان بيلعب في بيراميدز وساب الكره ديت عشان بيراميدز يكسب؟ طب النهارده نقول محمود جاد هو سبب الخساره؟ يعني مثلا ان الكره مثلا غلط فيها يبقى هو اصلا سايب عشان الاهلي يكسب؟ عايزين نرتقي بالكوره، يعني عايزين نرتقي ونبطل الحاجات بتاعت السوشيال ميديا اللي هي بتولع الدنيا وتعمل فتنه وتبوظ. واحد غلط خلاص، هو ما فيش حد في الدنيا عايز يغلط. انت لو بتلعب مع اخوك وضد اخوك انت بتبقى عايز تكسب واخوك عايز يكسبك،
انما هتقول لي بقى اصل هو سايب طب ما انت هو هيخسر مكافاه. لو كانت عادل ولا كسب بيراميدز كان هياخد مكافاه. طب هو خسر، هل بقى بيراميدز هيديله مكافاه؟ او الاهلي هيديله مكافاه؟ او الزمالك هيديله مكافاه؟ هو على فكره بيبقى اتعس لاعب اللي هو بيغلط ده بيقعد مثلا بتاع حوالي اسبوعين لا بيعرف ياكل ولا بيعرف ينام، وده وبيبقى زعلان جدا ان هو خسر فرقته او اتسبب في خساره فرقته. فمش عايزين نخش في المواضيع دي كتير يعني. يعني برضو زي ما بنقول محمود جاد النهارده غصبا عنه عايز يطلع الكوره، جت في ايده نزلت لطاهر، هو قصدها، هو قصد يطلعها ولكن راحت لطاهر، طاهر حطها كده. بقى نعلق المشانق لمحمود جد. طبعا بعد كده بقى الشوط الثاني بدا هوب هوب فاول على ال 18، وسام ابو علي حطها زي ما الكتاب بيقول. يسال عنها بقى محمود جد، لان المفروض ان انت فاول ومفروض ان انت باصص للكوره وموقف الحيطه ومفروض ان انت شايف الكوره، فهي دخلت في زاويتك تبقى غلطتك. لان لو دخلت من فوق الحيطه مش غلطتك، انما دخلت في زاويتك تبقى غلطتك. الجون الرابع ضربة جزاء، برضه هنقول ده ضربة جزاء، هل برضه ان هو يترمي ويصدها؟ هو اترمى وما كانت اسرع منه شويه ودخل. المصري بيجيب الجون الثاني عن طريق فخر الدين بن يوسف. طب انت لو كنت غيرت من بدايه الشوط الثاني وانت خسران 2-1 بالتغييرات اللي انت عملتها دي كنت ممكن تلحق، تخسر 3-2 تخسر 4-3. فانت عملت التغييرات متاخر، ولكن اللعيبه اللي نزلت انا كنت شايف ان هم احسن ما عدا ميدو جابر اللي هو مش في حالته خالص، بعيد خالص عن الماتشات. انما كريم بامبو حاول، فخر الدين بن يوسف جاب جون، الراجل اللي اسمه احمد علي عامر ده ما يقعدش من البدايه، ده لعيب نص ملعب احسن من الثلاثه اللي انت كنت بتلعبهم بصراحه يعني. على العموم مبروك للنادي الاهلي.